السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن وافضل حال. هلت علينا روايح الشهر الكريم، كل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب. النهاردة معانا هنعمل السمنة البلدي بأبسط طريقة، من غير بقى ولا عجان ولا مضرب ولا الكلام ده. سمنة جميلة مرملة بأسهل طريقة. تمام. مش هنقعد بقى نكون في زبدة ونجمع فيها والكلام ده كله. بمعنى ان احنا مش هنعمل زبدة ونرجع نحولها لسمنة بلدي، لا احنا هناخد القشطة على طول ونشتغل بيها. تمام. عملنا البطرمانين دول، نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بستخدم اللبن البلدي العادي السايب، ونشوف حد يكون بيبيعه نوع كويس يعني عشان يطلع معانا قشطة كتير. تجيبي بقى على حسب ما انت بتستعملي، كيلو 2 كيلو. تمام. والأفضل ان احنا نبقى نحطهم في علب. أنا استخدمت كوباية بلاستيك، تقدري تستخدمي علبة لأن بيبقى الأسهل التعامل معاها، غير الكيس البلاستيك. القشطة بتكون لازقة فيه وما بتطلعش بسهولة وما بتطلعش كاملة يعني، انما الكوباية سهلة بتتجمد، بتروحي فكها على طول. هتجمعي القشطة معاكي وتحطيها في نفس الكوباية من غير غسيل، ما هي طبعا قشطة. تمام. وترجعي تتجمد، ولما تفك تحوشيها في الاكياس. هتقعدي تعملي فترة كده لحد ما تلاقي تكون معاكي كمية حلوة زي كده. ملاحظين ان في قطع كبيرة وقطع صغيرة على حسب كمية اللبن. شوفي بقى الكيس بقى بيبقى مش لطيف كده في التعامل معاه، وبيبقى ملزق كده ويتعب. انما فكرة الكوبايات او العلبة البلاستيك احسن بكتير. وطبعا اول ما تجمعي القشطة من عليها تحطيها في الفريزر على طول، عشان ولا تكرف حاجة من التلاجة ولا يتغير طعمها ولا اي حاجة. تمام. انا الاول كنت زمان بقعد اعملها واضربها بالمضرب، وكانت بتبقى شغلانة الصراحة. هنحط عليها شوية زيت صغيرين قوي، ونحطها في حاجة تكون ما بتلزقش. انا هنا مستخدمة الصينية الجرانيت دي، هي ما بتلزقش. تقدري تستخدمي التيفال. وطبعا لازم نقلب باستمرار عشان احنا شغالين في قشطة يا جماعة، فلازم نقلب على طول، لان القشطة بيبقى بتلزق غير الزبدة. ونبقى مهديين عليها النار. بأكد نكون مهديين عليها النار وحاطينها في حاجة ما بتلزقش. هنبتدي نقلبها على نار هادية. معلش هي بتبقى عايزة طولة بال شوية. حط لها شوية ملح عشان المرتة بتاعتها تبقى حلوة، والملح كمان بيساعدها انها تفصل اللبن بسرعة منها. تمام. اهي بدأت اهي يبان فيها الدسم بتاعها. نقلب باستمرار عشان ما تلونش معاكي كده. معلش الوقت اللي احنا فيه ده لازم نستغل كل حاجة. انا مش عايزة اقول لكم الصينية اللي انا عملت فيها السمنة دي، انا هعمل فيها كيكة مدهونة سمنة بلدي. عايزة اقول لك ريحة الشقة كلها كانت سمنة بلدي مفحفحة جدا. هنا بصوا بدأت تعمل ازاي. ال- المرطة دي انا هستخدمها، هعمل بيها مش ان شاء الله. ما تدوسيش عليها في السوا، ولو عاملاها في حلة ألمونيا تخلي بالك، لانه برضو ايه، ممكن تغمقي معاكي مرة واحدة. سيبناها لما تهدى خالص وهنبتدي نصفيها. هي ما شاء الله ادتني كمية كويسة قوي. ادتني بطرمان كبير وبطرمان زي بتاع الصلصة كده. نصفيها اهو. بالله عليكم الكمية ديت ما تبقاش اكتر من بطرمان، من علبة شيراتون اللي داخلة على 500 جنيه دلوقتي، وكمان نصها بيبقى فاضي. بصوا الترميلة وريحتها تحفة. اتمنى تجربوها وتعجبكم وتقولي رأيكم فيها ايه. كل سنة وحضراتكم بخير. شكرا لكم والسلام عليكم.